الرد والحديث الذي يلقى على أسماع الناس ويدخل من باب ليخرج من شباك دون أن يترك أثرا فلا فائدة. وأما الحديث الذي يترك أثرا ويمطر غيثا هو الفائدة، والذي ستجمع هذا الغيث حديث الأستاذة الدكتورة منى حسين عبر هذه الرواية الشيقة. برضه دكتور درويش عايز اسمحوا لي في البداية أن أشكر حضراتكم، ولأول مرة أنا أرى القاعة ممتلئة عن آخرها. أشكر الدكتور صبري زمزم الذي لم أتوقع أن يأتي ترك عمله في الأهرام. واسمحوا لي أن أقدم لكم الدكتورة منى حسين. نريد أن نستمع جيدا لحديثها، فناهيك عن كونها كاتبة مبدعة تشرفت بالقراءة لها. يسعدني دائما أن أتحدث لها ناقشة بارعة، وسأكتب وأدر ملاحظاتي، وأتمنى أن تسمح لي بالرد على بعض ما قاله الأستاذ سامي الناقد المحترم وعلى حضرتك، وشكرا جزيلا ولنستمع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحمن والدكتور الأستاذ سامي. احنا النهارده امام عمل هو عمل متميز، لكني ما زلت عند رأي البعض يتهمني بالارستقراطيه، فهذا ما اعرفش دي وسمه عرف ولا وسمه ايجابيه. فانا غالبا بنظر زي ما قال الاستاذ سامي كده الى الكفر. الغلاف بالنسبه لي انا كان غامض، حتى لو كان في بارقه ضوء، بارقه امل، ايا كان المسمى. لكن انا رجعت اقول يعني ايه هلوك؟ ما انا برضه قلت يعني ايه انتي كريست؟ ما انا لازم افهم. فبكلم حد لان هي ريليتد اكتر بالزراعه زي ما اشار الاستاذ سامي، فقال لي هي نبات طفيلي ينبت بجانب المحاصيل الاساسيه ويجب اجتزازه. فهل ده اللي احنا شفناه في الروايه؟ ده انا شفت ان احنا مش بنتكلم عن عشوائيات يا جماعه، الموضوع مختلف. ده انا بتكلم عن دراسة انثروبولوجية، حد بيعمل دراسة بالمعايشة، حد بينزل ويشوف المجتمع ده عايش ازاي عشان يقول لي تفاصيل هذه الحياة بتنوع الاشخاص الموجودين القادمين من خلف أبواب المدينة الكبيرة، ولكل حد منهم هدف. يمكن لما نبدأ هحس إن أنا بتكلم في الشكل العام وكأني أنا بسترجع البؤساء. فيكتور هوجو دي قبل الثورة الفرنسية 1500 دي. ممكن أكون بسترجع كتاب تاني او فيلم احنا شفناه بالفعل اللي هو تحت الارض، وازاي وصف نفس المجتمع اللي بيعيش في مضروم العمارة بشكل معين، لكنه بالفعل لم يصل الى هذا المستوى المزري من طبيعة الحياة في هذا المكان. لان اللي انا شفته ده ربما هو أشار الأستاذ خالد إن في أسوأ منه، وإن ده موجود ده بعد التجميل، لكنه من أسوأ ما يكون أن يكون هناك بشر بيعيشوا بنفس المستوى ده أو في نفس البيئة دي أو كذا. وشفت برضو حين ميسرة ما زلت أرى أن الأدب والفن إن لم يقدم ما يرتقي به المجتمع، ما يضيف إليه، ما يوجهه للأفضل، فهو أدب
مش هقول واقعي، ده أدب انهزامي بشكل ما. لأني أنا لما أتكلم عن الشخصية الأساسية اللي احنا حسينا إن الراوي العظيم هو اللي بيتكلم، ده حارس. وكان في comparative مقارنة ما بين حارس ومحروس، الاثنين اخوات، ام واب، نفس المستوى، نفس البيئة، نفس كل حاجة. اللي انا لقيت نموذجين، واحد بيحمل كل القيم الإيجابية الأخلاقيات المتميزة، حارس الولد الصغير اللي شايل ده. وكنت أحس طبعا من الحوار من حضرتك إن هو حارس هو الأصغر، فده اللي أنا فهمته. فكيف إن الأصغر ده هو اللي مهموم بالأسرة، هو اللي لما باباه اتوفى اللي جاي بهجرة يستثمر القرشين اللي باع بيهم ميراثه عشان يعمل هدف ويعمل حاجة كبيرة من أبواب هذه المدينة الغنية اللي كان ممكن تعمل منه حاجة. هو نفسه لما مات باباه بأمراض المجتمع، خلينا نعمل الثالوث المعروف: الفقر، الجهل، المرض. إذا المجتمع ما عندوش حاجة واحدة عشان نقول هو بس الفقر، الجهل، فده موجود. معظم اللي ماتوا في الهلوك او في هذا المجتمع المسكين المأزوم البائس ماتوا بالمرض. يمكن الجريمة الوحيدة اللي حصلت هي قتل الزوج للزوجة في الآخر لاختلافها معاه بشكل ما، لكن باقي الناس التانية ماتت بالأمراض. فإذا ده حاجة. ماتت بعقوق الأبناء، ما ده نموذج. في الوقت اللي أنا شايفة الابن العاق للجار عرفة، أنا شايفة حارس وهو بيفني نفسه إن هو يحمي أمه ويوفر لها معيشة ما بقدر ما استطاع، لكني برضه مش معاه. إزاي يبقى طالب في ثانوي ويتنازل عن حلم التعليم ويضيع كل ده ويمتهن مهنة والده؟ يا ريته نجح وقلنا ده أعيش في جلباب أبي وشفنا عبد الغفور بوعي الدين، لكن احنا شفنا حد مستسلم. إن لم يكن لنا أمل وتخطيط لتحقيق هذا الأمل فنحن فاشلون بلا مجاملة. كل واحد عايز يروح فين بيرسم المسارات اللي توديه ليها، اللي راضي باللي هو فيه وقانع، والرضا ده رضا من الإيمان والكلام ده واحد عاجز وفاشل مش عايز يعمل حاجة. I'm so sorry، ما فيهاش مجاملة. اللي عايز يعمل حاجة بيبقى فايتر. فكان ممكن ان هو يروح المدرسة الصبح وبعد الظهر يروح الشغلانة دي عشان يعيش وما يتكففش بقى، مش هيوصل. هو ده الليفل بتاعه، مش هيوصل. لا، لان هو ما عملش اللي يعمل ده وقدامه كتير وهي مش هتنتظر. والمغريات اكتر، مغريات الحياة اكتر. فهي ازاي هتنزل المستوى ده ونتجوزوا النهارده بعد بكره يطلقوا الدكتور؟ قلت جوابات وحبيته يا دكتور. عبيطه وهبله. فاذا احنا بنتكلم في ان العاطفه ان لم تحرك ما فينا من حافز للتطور، للنمو، للوصول لهدف ما، فهي قاتله. وده اللي حصل، وده عمال يمشي لورا. ده كل يوم مشكله، اخوه بكل بلاويه بقى ضحيه. هو اللي بعمل خالد سعيد تاني، بس ده خالد سعيد مات ومحدش انتقم له. قالوا الشباب يقوموا ياخدوا حقهم وحصل اللي حصل وفي الاخر ضاعت مش عارفه مين. لكن هنا هو خد طالب نفسه، ده طالب جديد او سلوك اخر، ان انا هخلص طالب نفسي وبالتالي لكن حياتي كانت مأساوية بقى. وبعدين هو ما كانش شجاع عشان هو شجاع، لان هو تعرض للتعذيب بشكل مرعب، حسسه بالمهانة
لان معروف ايه اللي اتحصل فيه، وطلع وهو حاسس باحباط، حاسس ان مفيش فايده. فانا عايش زي ميت، انا عايش فانا هاخد ثاري بنفسي. فده فكر. اذا احنا بنتكلم عن كل حد داخل هذا المجتمع اللي تم معايشته، شفنا كل تفاصيله، شفنا كل حاجه فيه. الراوي العليم ما اداش طريقه امل، حتى اللي نجح في انه ينتقل من حجره من هذا المجتمع نجح بالتملق، وبعدها بالنسب، وبعدها بالانتماء لكذا والدعم كذا عشان يبقى مش عارفه كذا نائب في البرلمان او غيره او اذا هو مشي مع التيار بشكل. هو لو ما قالش حد اتس اوكي، مش مشكله، من حق كل واحد يدور على التارجت اللي يعمله طالما ان هم ما فيش حد. اما لو استسلم زي باقي المستسلمين اللي عمالين يموتوا واللي بيبقى ما عندهمش اي طموح في ان هم يعملوا حاجه، وحتى السريحه الغلابه اللي جايين من المحافظات الاخرى بيقولوا ان هم شكلهم هنا غلابه، وان كانوا بيحتفظوا ببعض الحاجات من البيكيا او الروبا بيكيا. على فكره الكلمه دي لاتينيه الاصل، احنا ما بنتكلمش عربي، كلنا ملخبطين في مصر يعني. فدي كانت كلمه لاتينيه معناها الاشياء القديمه، فهم بالفعل يجمعوها. في بعض منها بيبقى بيحسوا ان هو مش لازم يسلموه للراجل اللي مشغلهم وبيديهم فلوس عشان يدوها للناس، طب يحتفظوا بيها لنفسهم. وهم بيعيشوا الحياه دي بسطاء، وفيهم اختلافات وفيهم معاناه وفيهم كل حاجه، لكن لما بيجوا رايحين البلد كأن واحد جاي مسافر من بره او سافر بره ايه، عايش وعفوا شغال بياع جرايد وشغال في بنزينه وشغال مش عارف ايه، لكن لما يرجع مصر يبقى الباشا كبير. ده انا كنت وزير في المانيا وكنت مش عارفه ايه في امريكا وكأنهم بيخلفوا الشخصيه بتاعتهم بانفصاميه في العالم اللي هم بيستفيدوا منه وبيعملوا فيه. هم ليهم وضع التارجت منه مش مهم الشأن، مش مهم البرستيج، لكن التارجت ان انا اجمع مال معين لما ارجع بلدي هعمل بيه هدف كبير، هعمل بيت، هعمل كذا. ربما البعض منهم اتس اوكي، انا لا اختلف معاه، لكنه ناجح، هو نجح، هو عنده تارجت، عمل جهد ووصل لحاجه وابتدى يوصل بالفعل ان هو يحقق ده. طيب دول راحوا جم ولما اغتالوا جه غيرهم ولسه هيبداوا من الصفر تاني. اذا السلسله ما اتقفلتش، ما انتهتش حتى بموت كل الناس دي. طب البطل بتاعه، بطل الروايه ده مسكين، ده انهزامي بشكل غير عادي، يا دوب مامته تعبان، لا ده اخوك مشاكل، لا بابا اللي مات، لا ده هو دخل نفسه في دوامه ومعرفش يخرج منها. هو اذى نفسه كتير واستسلم، حتى لو ضاعت حبيبته سكان مش مشكله، اعمل حاجه خليها هي اللي تقول يا ريت اتجوزت او ارتبطت بيه، لكن ده انت احبطتها لما في الاخر صرت من المتسولين في I'm so sorry. ما هو تدخل لده علشان يقول انا الافضل منك، مع العلم ان هو كان فقد بصره فلا يفرق معاه لا جوزها ولا غير جوزها. فده طبعا امعانا في الانهزاميه. الانسان اللي بيستسلم ده اولا ديننا ما عادش يعملوا كده، خلينا نجيب بدايه. الدين قال اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال ان لكل مجتهد نصيب، العادات بقى بتاعتنا والمأثورات بتاعتنا. انما انا اقعد وما يبقاش عندي طموح، لا بفكر، الا تعقلون، الا تتذكرون، الا تفكرون. كل ما انا عندي حاجات من ربنا سبحانه وتعالى ادهاني كمهاره ليميزني عن باقي المخلوقات، اذا ده تشريف ليا. ان لم استخدمه فانا ظالم لنفسي وظالم لمن اعول وظالم لمجتمعي اللي ما نجحتش في ان انا اطور فيه. اطور فيه ايه؟ بالعقل، بالفكر، بالعلم.
لكن باستسلام ان انا يا دوب اللي بيرضى عليا بقوم بيه. ده ولا الموظف الحكومه الغلبان اللي ماسك الورقه الكربون والقلم الكوبيا بتاع زمان اللي كان بيكتب دي ولا بيمشي دي حاجه لايزس يعني يا عم ما وعيش الحاجات دي حقيقة فاللي انا اقصده احنا مع بعض متفقين ان في البعض كده لكنه افلاس فكري، افلاس عقلي، افلاس في رسم املي. فاحنا رجعنا، طب ما احنا شفنا بيفور قبل كده عبد الغفور البرعي، ما هو كان جاي غلبان ودخل الوكاله وبيشيل وبيعمل وماسكين بالعفو بالجلابيه المبهدله والحاجات دي ويشيل من هنا، لكنه في النهايه نجح ونجح صح. لا نجح بالمخدرات ولا نجح بالنصب ولا بان هو يبقى فتوه ولا ان هو يبقى كذا. ليه ما يبقاش ده مودرن؟ الاغراء في البوكس. انا سعيد بيك يا دكتوره، الرؤيه دي اول مره اسمعها بجد. اخلص لو ده كده هيساوي مني. لا احنا هنسمع اوكي نوصل السبب. لا خلاص كده. فاذا احنا بنتكلم في بعض ما كتب الاستاذ خالد، وانا بأحييه. انا مش عايزه اقول ان اللي هو كاتبه ده مش موجود، بدليل ان انا قلت لكم ان هو استخدم منهج الانثروبولوجي اللي بيعمل لي عمليه المعايشه. ده هو عايش فيهم، ده هو تقمص شخصيه حارس اللي وصف كل جيرانه بشكل ما، تعاطف مع هذا ورفض هذا ونقل رؤيته عن ابن عرفه ولا عن ام ساميه ولا عن كذا. اخوه انا لا اتعاطف معاه محروس ايا كان، شاطر في ايه؟ ده متخلف وقليل ادب، ما عندوش قيم وما عندوش. ليه؟ ايه اللي بيطوله من اي حد بيرتقي؟ كان مال، كان فرده شغال مع بتوع ميكروباصات، كان بيشرب مخدرات، وصل بيه انه ينتهك حرمه جارته الاكبر منه اللي هي صديقه امه. ده كان لازم تبقى نهايته وحشه، مش هقارنها بان خلاف مع ضابط، لا ده خلاف مع قيم مجتمع، خلاف مع ان هو ما تحملش مسؤوليه معقوشه كويس فيها ان هو يبتدي يعتني بوالدته لانه كبر، لان غياب الاب هو غياب الكبير، غياب الممول، غياب القيمه العظمى في الاسره، الاب. هو ما قدرش يقوم بده، هو رمى ده على اخوه الصغير، وهو شاف نفسه بس، لكنه شاف نفسه غلط. والام سلبيه لم توجه ولم تتدخل، كل اللي بتعمله انها بتقلق طول الليل يعني لحد ما يجي الولد وبعدين تاكله تعرقات، الادب مش متربي، طلعت المجتمع حد مش كويس، ام فاشله هي كمان، اب ضيع كل ما يملك في تفاهات، وام ما عرفتش تربي بعضه ورمت كل حملها قعدت كده وكتفت ايديها برضه. ما زلنا امام العجز الانساني، العجز النفسي، الناس اللي سيكولوجيتها ضعيفه جدا واي حد يحبطها عندها استجابه عاليه، ده مرفوض. الدنيا ما بتقومش على فشله، ما لهمش حد فشل عندنا، العجز عندنا احنا. ان لم نحقق امل، ما حدش يقول نفسه ان هو ما عندوش امكانات، ان ما كانش شاطر في حاجه، هو عنده سكيلز في حاجات تانية كتير، مهارات مختلفه كتير في اكتر من مجال، ويقدر يستفيد بيها ويقدر يعملها. وهنا بيبقى حاجه اسمها كرياتيف، مبدع. يبقى انا عندي حد بيبدع في ايه؟ عفوا لو كان ماسح احذيه يقدر يعمل حاجه، ويقدر النهارده ياخد دكانه صغننه، ويقدر يثبت له مكان، ويقدر يعمل كذا. بعد شويه هيبقى حاجه. لازم وده اللي انا بس هختلف مع الاستاذ خالد، هتفق طبعا مع استاذ سامي. انا ارفض 100 مره وجود لفظ خارج ايا كان الوصف، ايا كان، لا في علاقه ولا في جزء من جسم البشري، انا اقبل. بالنسبه لي انا لا، ومش هتلاقوا ده اللي هيقرا لي حاجه، مش هيلاقي حرف
يسيء الى ده، لان انا برتقي من خلال الادب بالذوق الانساني بالمهارات. احنا ما زلنا في معظمنا دلوقتي بيدور على الافلام الابيض واسود اللي احنا اتعلمنا منها الشياكه في الكلام، في اللبس، حتى في طريقه الاكل، في المشي، في كل حاجه. لما بنتفرج دلوقتي انا ارفض حين ميسار، ارفض محمد رمضان بكل ما يقدمه، وعشان كده ما اتفرجش عليه، ما حدش يقول لي بيعمل ايه ولا ايه ولا ده ايه. It isn't mine، مش بتاعتي، انا برفضها تماما. فاذا انا عايزه ادب يكون دافع. حتى لو بديت البدايه اللي حضرتك كاتبها دي، انا عايزه اوصل ان في حد نجح. لاني انا لما بوصف ده وبقف عند هذا الحد وكاني بقول حبيبي يا مفيش امل. ان هو ده الانتعاش، ان مفيش غير كده، ان هي دي الحياه، مش من حقكم تغيروها ولا تعملوها ولا كذا. ده مش رضا يا ولاد، ده خنوع. وخنوع ليه؟ رضا مرات ربنا في حاجات، الموت والورق والوي دي بتاعت ربنا، لكن السعي وتحقيق الاهداف لا. ومحدش يقول اصل انا اتاخرت، اصل انا عملت، اصل انا لا. احنا عندنا نماذج ناجحه كتير، عندنا نماذج كتير من البشر بتعمل حاجات كويسه. فانا لما الاقي حد بيفكر وبيجتهد اعمله نموذج. وفي وسط كل اللي احنا فيه ده، يعني فيلم تحت الارض اللي بحكي لحضرتك عليه، الولد اللي سافر وراح وجه وكون فلوس كويسه ورجع للبنت اللي كانوا يجبروها على انها تتجوز المدير بتاعها وكذا، بقى في بارقه امل. اذا في امكانيه الانتقال من البدروم المميت. طبعا كلمه بدروم دي معروفه، باتروم يعني حجره سيئه، مش حاجه كويسه، مش بس المكان هي اندر تحت. عارف هي انجلش هي كلمه كده، لان احنا ما بنقولش كده ازعل. فهي عربي او انجلش، كلنا بنقول بدروم، ما بنقولش حاجه ثانيه. احنا بنسميها كده. حد سمعها تاني؟ هي صندره. لا، صندره دي حاجه بيشتري فيها الحاجات. ما تلحقنا بتاع العرب اللي تحت الارض دي اسمها ايه؟ العربي اسمها سلة. يبقى هو انا فيها بدروم يعني. هي مش صدقه، هي بدروم ده كان بيدخل دلوقتي بيعملوا جراج اندر تحت العماره لايفز يعني شرعتي. اوكي. المقصود ان المجتمع اللي بيعيش بالشكل ده هو جه بعد عفوا ما فقد بصره، وبعد ما فقد كل حاجه والمكان بقى فاضي، وعطفت عليه جارته اللي عندها ظروف ما ساميه دي، وابتدى فعلا قالت له لا، قال لها لان هو عنده قيم. مش انا بختلف معاه في حاجات كتيره زي ونظاميته والحاجات دي، لكن عنده قيم. قال لها لا، مش هتقعدي هنا الا واحنا متزوجين، اذا هاتي مأذون ونتجوز. طب وبعدين؟ ده ابتدى يتشجع بعد ما فقد البصر ان في اوضه كانوا مسميينها اوضه العفاريت، زي ما كان اوضه الفيران كده مثلا. طب نعمل ايه؟ طب تعالي يا ساميه قولي لي، تعالي بقى قبل ما الناس الغرب دول يجوا وياخدوها. لا، احنا بنشيل الطفل القديم ونحط طفل جديد، ما يبقى وضع يد. خلاص، ما احنا كده هنمتلكها من غير ما ندفع، وممكن نستثمرها فيما بعد. ده ابتدى يفكر بعيد، ما بقاش يجوز يعني فشل يعني واو. المهم فوصل فعلا لده وابتدى يدخل. طب ونلاقي ايه اللي موجود بقى، وايه الاصوات اللي كنا بنسمعها بالفعل؟ وطلع ان الهواء لما بيدخل من الشباك بيحرك الاوراق بشكل ما، واماكن عفوا معينه داخلها مش هقولها ان عربي بقى، دي رابش ما تقوليليش ده جامد، لا رابش. مخلفات هذا الرجل موجودة في المكان وتعفنت بالفعل وشكلها سيء، لكن تنوع الكتب اللي كان موجود كان تنوع كبير. حضرتك أشرت لبعض الكتب اللي موجودة في المكتبة دي أو في هذه الخبرة. في كتاب الأمير حضرتك نسبته لحد تاني، لكن هو الماكيافيلي الكاتب الإيطالي وليس عفوا حضرتك قلت حد تاني. إذا إحنا بنتكلم
في رواية كويسة تم حبكها بشكل رائع. اللي انا تعبني فيها زي ما بقول لكم التراجيدي القوي اللي كل الناس بتميل في معظمها، يعني ما حدش طلع على رجله منها الا اللي كانوا جايين بيعملوا حاجه معينه وخلصوا اللي هم السريحه دول بتوع الروبيكيا دول هم فقط اللي نجوا. اما الباقي اللي طلع مقتول واللي طلع غرقان في ميه صرف واللي طلع كذا كلهم ضحايا جهلهم، ضحايا انعدامهم للطموح وللامل، ضحايا شخصيات انهزاميه اللي مات وبإرادته وبتخلفه. وكان انا ما تعاطفتش معاه زي ما قلت، هو محروس اخو حارس لانه من الاول هو هادم لكل القيم، كل القيم داخل اسرته ومع مجتمعه المحيط داخل المكان اللي بيعيش فيه. اهو لا نسمح لها الرئيس. اوكي ما عدا الرئيس. لا ما عدا الرئيس. اللي ده ما 39 ثانية 39 دقيقة. اوكي ده هاي ده فتح الباب على الاخر. تمام. الرئيس انا بخاف. ربنا يكتب لا يكتب احنا. فاللي انا اقصده ان محروس ده كان عنده مشكلة، فلما يموت بالطريقة دي انا في رأيي ده عقاب الهي. ربنا جاب له الضابط ده وعمل له المشكلة دي الاول يتعذب من خلاله وبعد كده هو يموته السوكي. يلا خلصوا من بعض وخلصنا من الاثنين ويلا. نعم هو خلص ومشي خلاص الحمد لله. هو كان مخلي فاذا المقصود ان دي انا في رايي ان حضرتك قلت الوزن شكله ايه وعقابه كان ايه. اما ياسر المنزلاوي مش ذنبه انه راجل غني، ربنا خلقنا اغنياء وفقراء وكل واحد متصدق ليس تصدقا خالصا يا دكتور. مش هقول لمراته احب كنت تحبيه. اذا لكي هو عمل عملية التصدق دي ده هو بيلاقي بيها وهو بيحسسه بعجزه وبفشله وان ده نموذج اللي كان ممكن ترتبطي بيه. تحمدي ربنا انك اتجوزتيني بقى. فانا بشوف ان في حاجات كانت بشكل معين قاسية. الوصف لبيئة صعبة قوي زي ما شفنا كده في حين ميسرة وأولاد الشوارع وكذا والتجاوزات وعدم الالتزام بالقيم وهدم هذه القيم على كل المستويات، على المستوى الإنساني، على المستوى الأسري، على مستوى كذا. عمموها وفصلوها هتلاقوا إنها فعلا قاسية جدا. يعني انا عجبني طبعا الروايه ولا ما كنتش كملتها. انا ما خدتش قوي على فكره لاني انا اول ما ابتديت اقراها حسيت بالبؤساء والناس اللي تحت الارض دي اللي هو بتاع يوسف وهبي لو تفتكر حضرتك ومريم ونيم كانت صاحبه العماره وحاجه بعد فكل واحد عايز يبقى عنده تارجت، عنده هدفه ان هو يخرج من المستوى المتدني اللي هو تحت الارض ده او البدروم ده الى ان يرتقي ليسكن الطابق او طابق من الطوابق العليا اللي يحس فيها ان هو ابتدى يعمل نوع من التطور والتقدم في حياته بشكل ناجح. ده كان مطروح وده يمكن هو النموذج الوحيد اللي اتقال وده اللي احنا شفناه. اما باقي النماذج فيعني كان الله معها ان كانوا بالفعل نماذج تقام، وان كان في طبعا حاجه قلت ان في الاسوأ من ده فطبعا يعني كان الله في عونهم جميعا يعني. لكني بقول كل واحد يقدر يعمل ده وشفنا ده برضه لو تفتكر حضرتك في الفيلم انا لا اكذب ولكني اتجمل. هذا الطالب المسكين ابن عفوا يسموه الترابي وازاي هو بيساعده وازاي هو ناجح قوي في جامعته وازاي هو كذا. ربما لا يقبله المجتمع بشكل معين
لكن لو غاب عنه الداعم او اسرته اللي هو عايش فيها، عفوا حتى لو كان يتمنى لهم الموت عشان يخلص منهم بشكل ما، لو كان انتهازي عشان هو يبقى كده بلا تاريخ بلا خلفيه بلا كذا، ربما يقبلوا المجتمع. اعتقد ان البعض يتفهم ده وممكن يقول ان الانسان يعرف بنفسه لا بامتداده العائلي، وده الانسان الناجح فقط الذي لا يتملق احد ولا كذا وان هو ينجح. فبلاش ان احنا نغرق في هذه السوداويه وهذا الواقع المؤلم. يا ريت في عمل قادم. انا مش ضد على فكره، لكن السكان دي رؤيه حضرتك، وحضرتك وصفت جزء من الواقع المعاش اللي موجود، ربما يؤلمنا ان احنا نقرا عنه، لكن احنا ما عندناش القدره على تعديل ده. وان كان في بعض المحاولات في، حتى لو كان في عهد الطاغيه كما اشار الدكتور درويش، فهنلاقي ان كان في بعض النقلات في عربي المحمدي سيف رايزز، يعني منطقه كامله كانت بهذا الشبه وتم تحويلها الى مكتبه قيمه بتحمل اسم ما، ودلوقتي بقت عربي المحمدي، مكتبه عربي المحمدي تم تغيير الاسم. هنشوف اماكن زي بعض الاماكن الشعبيه المدقعه في الفقر برضه بنفس المستوى ونفس التغيير، بنشيلهم من مكانهم وممكن نبنيهم ونرجعهم وممكن نلهم اماكن ثانيه. اذا في بعض التحولات الايجابيه لو اختلفنا مع البعض، لكن لا ننكر ان في البعض توجه ايجابي ما، المهم ان احنا نتعامل معاه بالشكل اللي يليق ونحترم الانسان الذي قدره الله سبحانه وتعالى وفضله على كل مخلوقاته. الروايه طبعا هايله انها جمعتنا كلنا، وكانت لكل واحد مننا رؤيه ونظره، نتفق ونختلف، لكنها هي ناجحة في انها اثارت بداخلنا افكار كثيرة وتوجهات كثيرة. فلازم احنا بالفعل بنقول لاستاذ خالد بدوي congratulations، التهانينا مبروك هترجم ازاي؟ مبروك لحضرتك على نجاحها، وكانت متأخرة شوية، لكن يعني اتمنى ان احنا يبقى عندنا بالعكس، ده لما بقول حاجه ايجابيه وكاني برسم مسارات للاخر، من فضلكم اعملوا كده. لو مش هقولها دايركتلي، مش هقولها بشكل مباشر، لكن هقولها دي اني انا بقول طروحات ومسارات مختلفه نقدر من خلالها نحقق اهداف. الشطاره ان احنا يكون عندنا هدف لحياتنا، وان احنا نحقق ولو نسبة منه، ما نطمحش قوي ان احنا هنعمل 100%، مش 100%، لكن ممكن نعمل اي نسبة من اوكي، حتى لو 50%. انا قلت لا ده بيجي انتخابات الجدعان، خليكي واضحة وطريقة. فاذا يا ريت كلنا نحقق ده. وطبعا كل الشكر لكم جميعا، والشكر للمنصه زملائي الاعزاء والرواد الجميل الاستاذ شكرا جزيلا. الاستاذ خالد يبدو انه انا اثرته بشكل معين، فهو مصمم يرد عليا فايتس اوكي. بشكر حضراتكم استاذ سامي، الدكتوره منى والدكتور عبد الرحيم وصاحب الضيافه الدكتور عبد الرحيم الحسين. هو انا في العموم ما بقولش على النقاط في العموم، يعني انا ما بقولش خالص، بس انا حاولت النهارده انا مش حاسس ان انا بدوى، حاسس ان انا قاعد ضربي يعني فهو بص حضرتك، انا طبعا انا متفق جدا مع الاستاذ سامي في الاخطاء الابتدائيه طبعا ما ينفعش تطلع. الحاجه الثانيه الحاجات اللي قال عليها الدكتور سامي، انا اولا دي اجر الروايه علمي، انا عندي 4 ولا 5 روايات اجر الروايه علمي. كانت وجهه نظري وقتها الموضوع ده
ما يعامل هنسمع القاعة بس هنبقى غلط. هنسمع القاعة كل ما انت هتتكلم نسمع بقى حضرتك. وجهة نظر ان الموضوع لا يعالج الا بالشكل ده. هي انا في الفاظ خارجه كان المفروض استعاره غيرها كان افضل يعني. بس يعني انا طبعا الروايه ما حدش يقراها بالنشر غير اجازوها طبعا كده سنه قدوس وفي العامه الكتاب في هذا الوضع. ما حدش يعني القى عليها. انا مع الدكتوره في الادب اللي هو يبني. بس انا هنا في حاجه كنت حابب اقولها. لا البطل حارس ولا البطل محروس ولا البطل ساميه ولا اي حد خالص من البطل هنا المكان. يا اخوانا المكان ده لو طلع منه حد كويس يفتحنا من اي فكره، يفتحنا